ورحت أجري على غرفتي أتصل بأبي وأحكي له اللي صار. مسكت الجوال، مفيش شبكة، حاولت كذا مرة برضو مفيش إشارة. جات أختي ريم وقالت لي قدم لهم مية، شكلهم تعبانين من السفر. رحت على غرفة الضيوف. الغريب أن المكان كان ساكت جدا، لا صوت لا حركة ولا حتى نفس. قلبي بدأ يدق بسرعة. سألت نفسي ليش سمحت لهم يدخلوا؟ أنا أحمق، كيف نسيت كلام أمي؟ وإزاي هطلعهم من البيت دلوقتي؟ دخلت غرفة الجلوس مع أختي وجهزت كأسات المية وقدمتها لهم. الراجل كان قاعد حاطط إيده على ذقنه كأنه يفكر في شيء عميق. سألني فجأة اسمك إيه يا ابني؟ قبل ما أجاوب المرأة شدته لها وهمست في أذنه بكلام بلغة ما فهمتها. رجع بصلي وقال يا ابني ليش سمحت لنا ندخل بيتكم؟ ساعتها كنت خايف لدرجة ما قدرت أفتح حلقي بكلمة. ضحك الراجل ضحكة غريبة وقال زوجتي تريد دخول الحمام، تسمح لها؟ قلت له بسرعة أكيد تفضل. قمت عشان أوري المرة مكان الحمام، بس فجأة مد الراجل إيده قدامي ومنعني وقال لا يا ولدي، زوجتي تخاف من الرجال الأجانب وأنا ما أسمح لأحد يرافقها، تسمح أختك تروح معها؟ بصيت على أختي كانت قاعدة بهدوء، ملامح الخوف باين على وجهها. قال الراجل بنبرة حازمة تسمح ولا لا؟ اتلخبط وقلت له بتوتر الحمام على يسار الغرفة آخر الممر. المرة التفتت والراجل قالها بكلام غريب. قامت تمشي بس مشيتها ما كانت طبيعية، كأن الهواء يدفعها، كأن رجلينها مش لامسة الأرض. قلبي يتجمد من الخوف. كانت تتحرك كأنها تطير مو تمشي. صرخ الراجل فجأة بصوت خشن عالي لا تنظر إلى زوجتي. على طول تلفت بعيد. حسيت إني عملت جريمة بس لأني شفتها. قلت يمكن هو يغار عليها، وحاولت أقنع نفسي إن الموضوع عادي، بس ولا شيء كان عادي في الليلة دي. المرة رجعت في ثواني، ما أعرف كيف قطعت المسافة بهالسرعة. همست في أذن زوجها من جديد بنفس الطريقة الغريبة. قال للراجل زوجتي لا تعرف كيف تفتح الباب، أرجوك خلي أختك تروح معها تفتح لها. استغربت، باب إيه اللي ما تعرف تفتحه؟ الباب عادي جدا. بصيت على أختي وقلت لها بصوت واطي روحي وارجعي بسرعة. كنت خايف عليها، بس كنت خايف أكتر من الراجل والمرة لو رفضت. الراجل كلم المرة بكلام غريب مرة ثانية، وقامت أختي تمشي وراها وخرجوا من الغرفة. التفت الراجل وقال لي هي أجنبية لا تفهم العربية. قلبي بدأ يضرب أسرع. خطر في بالي سؤال واحد، أخته فين؟ وإيه اللي ممكن تعمله المرة الغريبة فيها؟ حسيت الوقت يمشي بسرعة وكل ثانية تعدي كأنها ساعة. ما قدرت أستحمل. قمت من مكاني عشان أروح أشوف أختي. فجأة صرخ الراجل إلى أين تذهب؟ وقتها حسيت بغضب يجري في عروقي. هذا بيتي وأنا حر أروح فين ما أبغى. تجاهلت كلامه ولحقت بأختي والمرة. هنا صوته تغير كليا وبنبرة مرعبة قال قل لي يا ابني، أنت تخاف من الظلام أم الموت أكثر؟ تجمدنا تاني. نظرت له لقيت عيونه غريبة، نظرة ما هي نظرة إنسان عادي. ما قدرت حتى أتحرك من مكاني من شدة الخوف. وفجأة كل شيء انطفى. البيت كله دخل في ظلام دامس. الكهرباء انقطعت. حاولت أتحرك، اصطدمت بباب الغرفة. خرجت أجري في الممر وأنا أنادي ريم ريم فينك؟ وصلت لحمام الضيوف. فتحت الباب بعنف، ما في أحد ولا صوت ولا نفس. صرت أصرخ ريم وينك؟ أجاوبي. في نفس اللحظة سمعت صوت جاي من غرفة الضيوف. كان صوت فحيح كصوت ثعبان كبير أو شيء يزحف على الأرض. قربت شوي، لمحت من بعيد المرة لابسة السواد، كانت تقفز على الأرض بطريقة غير إنسانية. ما قدرت أكمل النظر. ركضت نحو الدرج، طلعت السلالم، بس حسيت إن رجولي ثقيلة وكأن أحد يمسكني من رجلي ويجرني لتحت. كنت ألهث من الخوف. طلعت فوق السطح، فتحت الباب بسرعة وسكرته وراي وجلست أبكي. ما كنت عارف أعمل إيه. فين أختي؟ مين يكون الراجل والمرة؟ إيش كانوا يبغوا مننا؟ وهل هم فعلا بشر ولا شيء ثاني؟ رفعت راسي وشفت نور القمر منور السطح. الرؤية هنا أوضح من تحت. فجأة تذكرت خادمتنا تنام غريب من السطح عند غرفة صغيرة. نزلت بحذر ناحية شباك الحمام اللي في الدور اللي تحت. فتحته بهدوء ومديت راسي أنظر لجوا. شفت حركة خفيفة. فتحت باب الغسالة القديمة اللي في الحمام وقلت بصوت مكسور ريم ريم لا تخافي أنا أخوكي. فجأة قفزت ريم من جو الغسالة ترتمي في حضني وتبكي وهي مرعوبة. حضنتها بقوة. حسيت شوية أمان، بس الرعب ما راح.
ارتاح لأننا لسه جوا البيت ولسه الراجل والمرأة موجودين. مسكت إيد ريم بقوة وقلت لها اسمعيني، ما بننزل تحت أبدا، نمشي من الباب الخلفي المؤدي للشارع بخطوات سريعة وقلوبنا بتدق. وأنا نازل تذكرت فجأة خادمتنا كانت تنام على السطح. رفعت راسي ببطء، شفت فوق عند السطح ظلين واقفين جنب بعض، راجل طويل ومرة لابسة السواد، ينظرون لنا من فوق بدون ما يتحركوا وبدون ما نسمع أي صوت.